نريحوا، اولين نشطوا، اولين نفرحوا. حرام عليكم والله القسم الا حرام، حرام. راه بغينا الكاس ما محسوب عليكم، وهذا الكاس راه ما كيضيعش في هذا البلاد. الكاس راه ما خصوش يضيع في البلاد، الكاس ما خصوش يضيع في بلادنا. حرام عليكم الا بوئات. عاوتاني نفس السيناريو سيدي، عاوتاني الدقيقه الاخيره كنسجلوا ضربه جزاء امام الجزائر، وكيتعاود السيناريو ديال الكاميرون، وكنمشيو للضربه الترجيحيه، وبنفس الرعونه كنخسروا الضربات الترجيحيه وكنحتلوا المرتبه الرابعه. كنخويو الماء في الرمله، الاموال الطائله تصرفت على كره القدم بدون فائده، احتضنا التظاهرات الكرويه كلها اللي كاينه في لافريك بدون فائده. صحيح اننا ربحنا بعض التظاهرات، لكن كان ممكن نربحوا عدد من التظاهرات، ولا سيما هذه اللي كتلعب دابا في المغرب، خصوصا اننا خسرنا بواحد الرعونه في امام الكاميرون في نصف النهائي. كان ممكن نمشيو مع مالاوي، واليوم خسرنا بواحد نفس الطريقه امام الجزائر. وبكل صراحه في المستوى ديال المنتخب النسوي ضعيف جدا، الدريات ما عندهم حتى علاقه بكره القدم. بكل صراحه كاين بعض العناصر اللي هي قليله اللي كتشوفها فيزيك ممكن تلعب مقابله في كره القدم، الدريات الاخرين كتشوفهم كبيهم خاويين فاشلين، ما كيقدروش يضربوا كره الشبكه بواحد القوه. شفنا من ضربة الجزاء في الدقيقة 90 وتزقلات، ثلاثة مشاو ليها باش يضربوها. نورمالمون كانوا يخليوها اللي ضربت البينالتي جايه ليها الكرة، وحده جايه من موراها مضربة معاها عليها، ثلاثة ضرباتها وحده خرجاتها كاع. زعما كيعصبوا اللي ما يتعصب. كرة القدم النسوية في المغرب غدا الله، كنا كنقولوا انها غدا كتقدم، لكن غدا في واحد المستوى حشومه كاع. بعض اللاعبات اللي خصهم يمشيو يجلسوا، الله يجعل البركه، وبعض اللاعبات كاع اللي يلاه طالعين انا شخصيا يبعدوا من كره القدم. لان حتى الا قارنا كره القدم النسويه مع كره القدم الرجاليه فما كاين حتى شي علاقه. بكل صراحه ديك الجماليه ديال كره القدم وديك الحماس الكبير داكشي كتشوفوا في المقابلات ديال الرجال. بالنسبه لمقابلات النساء كتحاول لان منتخب وطني مغربي لابس القميص الوطني كتحاول انك تشجع وتتبع، لكن ملي كتشوف هذه المستويات وهذه الرعونه هذه فبكل صراحه لا علاقه بكره القدم. نتمناو ان قطاعات اخرى، قلناها في الفيديو اللي سبق، ان قطاعات اخرى تحظى بنفس الاهتمام اللي حظات به كره القدم. شفنا سواء في البنيه التحتيه، سواء في تطور كره القدم في الفئات السنيه، وفعلا تطورت كره القدم بالنسبه للجانب النسوي على ذي قبل، لكن واحد المستوى اللي شفنا دابا فمستوى هزيل وهزيل جدا. وملي بغاو يضربوا بيلانتي وحده كتشدها زعما انا اللي غنضرب بيلانتي باش ما تجيش للادفيرسير يأثر على اللي غضرب بيلانتي، وفي الاخر هاك مالنا على هادشي كامل. شدي كره حطيها صليها البوطو بقوه، ضربيها بداخل القدم. لي زونطرينور هما اللي خصهم يعلموهم هادشي، ضربيها بداخل القدم في واحد الزاويه اللي ما تكونش لتحت وما تكونش الفوق بزاف باش ما تزقليهاش. هذا هو البوطو اللي واقف، غتضرب في الوسط ديال البوطو، كتكون ديما بعيده على الجول سواء بالنسبه للرجال ولا النساء. صعيب ان الجول يتلاح ويضربهم من هذا الجانب، مي لتحت كتكون شويه سهله، اما الفوق ممكن انه هو يضيعها. وما علينا ما نقولوا الا مبروك للمنتخب الجزائري اللي لعب كره القدم وحاول يلعب الحظوظ ديالو، رغم انه تا هو ماشي في واحد المستوى كبير، تقريبا نفس المستوى، لكن تمكن انه يفوز ضربه ترجيحيه. للمره الثالثه على التوالي كنظموا كاس افريقيا للسيدات وما كنقدروش نفوزوا به. المره الاولى خسرنا في النهائي ضد جنوب افريقيا، المره الثانيه خسرنا النهائي ضد نيجيريا، وهذا النهار خسرنا ضد الكاميرون في نصف النهائي ضربات الجزاء. سي القجال بارك علينا من الكره، شبعنا، ولات كره القدم مصدر الاكتئاب ديال المغاربه. بارك ثالثه ماشي ثالثه، هادشي اللي كينطبق علينا. كرة القدم النسوية كأس إفريقيا ديال كرة القدم النسوية المنظمة بالمغرب اللي المرة الثالثة توالي كننظمو ما كنديروش كأس إفريقيا في بلادنا. شنو خاصنا باش هاد الكأس تبقى في المغرب؟ بعد 2022 هازمنا مع جنوب أفريقيا، 24 خسرنا مع نيجيريا، 26 دابا كنتقصاو في الدومي فينال ما وصلناش حتى للفينال، يعني إخفاق كبير. كلشي موفر للمنتخب الوطني المغربي. عندنا تقريبا الجامعة شنو دارت حاليا آخر نسخة ديال كأس العالم؟ شكون اللي داها؟ اسبانيا، خورخي بيلد المدرب ديالهم، جبناه كناخب وطني للمملكه المغربيه. ما بغاتناش الكره، واش عندنا شي مشكل تكتيكي، مشكل تقني؟ الامور كامل الجميع وفراتها. علاش ما كنربحوش كاس افريقيا لكره القدم النسويه؟ منتخبات داو 10 الكيسان، 8 الكيسان، 6 الكيسان، علاش حنا ما قدرناش هذا العام نوصلوا حتى الفينال؟ عديد من الامور. انا كما قلت تحت لي الفرصه باش نشاهد جميع المقابلات المنتخب الوطني المغربي، الماتش كينيا، الجزائر، السنغال، جنوب افريقيا والكاميرون في الدومي فينال. احسن مقابله وجوج ماتشات اللي كانوا رائعين. المنتخب الوطني المغربي كان حاضر ذهنيا وتقنيا،
الماتش ديال الجزائر والجنوب افريقيا اللي كنا فيهم واجدين. واش الماتش ديال الكاميرون درناهم في كرشنا باش دخلنا، لانه بريمير ميطا كانت مزيانه، دوزيام ميطا ما كانش اداء اللي جيد، برونغاسيون شويه احسن، فرصه جاتنا بيلانتي ديال انا كنت كنضرب فاش دات حنان ايت الحاج ديالي كتيري وهي اللي كتماركي، سواء ضربات الترجيحيه ماركات ودات جنوب افريقيا ماركاتي. علاش هذيك اللحظه ما ضربتش هي؟ عطيتيها للتاكنا وضيعات بيلانتيات. نعم كيبقاو حظ، لكن عندنا مشكل كبير، نحس ولا غدا تركيز، ولا لانه جميع كلشي كيضيع، البنات كيضيعوا، الاولاد كيضيعوا، الصغار كيضيعوا، بطوله كيضيعوا، كلشي كيضيع. واش هاد البيلانتي حتى لهاد الدرجه ولا غالبنا باش نماركيو؟ يعني ولات عندنا عقده نفسانيه كبيره فاش كيجينا بيلانتي كنقول واقيلا غادي يضيع. راك عارف علم النفس ولا بي ان ال، فاش كتفكر السلبي كيطرا السلبي. كنا نماركو البيلانتي وغنوصلوا للفينال مع الملايين ونقدروا الغرض نديو الكاس لاول مره، ما عاوتاني للمره الثالثه توالي ما كنديو والو. الاشكال اللي كيبان ليا هناك عاوتاني اشكال ديال اللاعبات كبير في السن، خصنا تجديد، خاص لاعبات جداد، خاص ندير واحد الجلسه ويكون تطوير ديال اللعبه ديال كره القدم النسويه. الا جينا نقارنوا 10 سنين دابا وحاليا، راه كنتقصوا في الدور الاول. راه الانجاز توصل للفينال ودومي فينال وكارت فينال، راه انجاز كبير لكره القدم النسويه لانها يلاه جديده. لكن هناك عمل كبير، خاص تطوير البطوله الوطنيه النسويه، خاص دم جديد. لاعبات اللي كبار في السن خصهم ما يبقاش يلعبوا في المنتخب، يتقاعدوا، لانه خاصنا جيل جديد. هذوك اللاعبات نعم التجربه كتنفع، لكن خاصنا في الجديد غنتعطلوا شويه، ولكن خصنا نديروا منتخب قوي. كاس العالم العام الجاي 2027 واش غيبقى خورخي فيلدا؟ واش غادي يمشي؟ العديد من التساؤلات، لانه خورخي فيلدا كيقول لوبجيكتيف ديالي هو نتاهل كاس العالم، لكن المطلب ديال اظن ان الجامعه والجمهور كان كيطالب بكاس افريقيا تبقى في المغرب، لانها هذا العام كنت كنقول بانها ديالنا، اقصاء جنوب افريقيا والمنتخب ديال نيجيريا كان كيبان لي الطريق سهله باش غنديوها، ما ديناهاش مره اخرى. لا اظن بانه غيكون شي تنظيمات في الاعوام المقبله، لان الجامعه صرحات ما غيكونش تنظيم اللي رائع. اشاده كبيره بالجمهور، كل ماتش 20,000 21,000 الجمهور كيكون عامر، كيدخلوا بكري. انا منهم ماتشات كلهم متفرج فيهم. حاليا عندنا الكلاسمون مع الجزائر نهار السبت مع 6، قلت ما غنمشيش وغادي نمشي، لانه كنغضبوا، ولكن ما يمكنش تقلق على المنتخب، هذا بدون مجامله. اي واحد يقول العكس خصو يمشي يعالج راسو ولا يمشي يشوف شي طبيب نفسي، انه المنتخب كيبقى فوق كل شيء. يخسروا ولا يربحوا ولا يدوا القاب ولا دائما حب القميص، بدون مجامله غنمشي وغنتفرج في المنتخب. كنتقلقوا حيت بغينا نربحوا، العاطفه كتغلب علينا، لكن نهار السبت غنمشي وغنتفرج في الكلاسمون ديال الجزائر وغنشجع المغرب، وخصهم يربحوا الجزائر نتكلاساو طروازيام، مانعين بان هذه الرتبه ماشي ديالنا. حنا كنا بغينا نديو الكاس. المشكل ديال الضربات الترجيحيه، التشبيب ديال المنتخب الوطني المغربي ضروري خاصنا نفس جديد. واش غيبقى خورخي فيلدا ولا ما يبقاش؟ هادو عديد من التساؤلات. يمكن لكم تشاركوا معنا، تبارطاجوا معنا، قولوا لنا شنو بان لكم. الاهم الجمهور كيلبي الطلب دائما، وحضور جماهيري اللي كبير. انا كنظن بان الجامعه وفرت كل شيء، امكانيات التقنيه اللوجستيكيه الماديه، اي حاجه. اللاعبات شي ماتشات اللي كانوا اللي تقاتلوا وحطوا رجليهم في الماتش، وجزئيات قليله اللي ما مشاوش. كانوا لاعبات اللي بانوا برافو عليهم. سكينه الأوزراوي احسن لاعبه في نظري في المنتخب الوطني المغربي. مريم عاتق انا كنسميها سيرخيو راموس المنتخب، في الديفونس مزيانه. نهيله بن زيدان اللي حداها في لا ديفونس مزيانين. حنان ايت الحاج رائعه جدا. هادو ابرز اللاعبات اللي بانوا ليا خصنا نبنيو عليهم المنتخب في الايام المقبله. السلام عليكم. النهايه ديال كاس افريقيا في المغرب من ملعب الاولمبي بالرباط. تفرجنا الماتشات كاملين من نهار كينيا الجزائر ربحناهم في المجموعات، السينيغال وحنا جايين. نهار السينيغال بيلانتي ضيعنا 2 مرات، نهار كاميرون ماتش حاسم ضيعنا بيلانتي، اليوم ضد الجزائر بيلانتي غنربحوا ضيعناه. مشينا البيلانتيات كنضيعوا، ضد كاميرون بيلانتيات كنضيعوا. وعباد الله بغيت غنفهم عييت. ها هما دابا الجمهور الجزائر هو جالس هنا محتفل، لاعبات الجزائر الامنيه ديالهم تحققت لهم، واش يقولوا 1 2 3 فيفا الجيري في المغرب تحققت لهم. حنا كنعطيوهم باش يحتفلوا في بلادنا. كنا باغيين الكاس، صدقنا لا كاس لا رتبه ثالثه، خاص نورمالمون التغيير جذري. شي امور اللي ما كيدخلوش للعقل. ما يمكنش. انت المشكل الجزائر ما داروا والو، فريق مثالي بدون مجامله، ما داروا والو وتعادلوا معاك وجراكوا البيلانتي تربحوك.
واش عباد الله بيلانتي عرفتي الطريقه باش كيتضرب هذاك البيلانتي، وديبيطون لاعيبه تكون في الميلين وما تضربش هذاك البيلانتي، يعني واحد بحال الركابي ما كاينينش. قضيه البيلانتي راه دخلنا الكتاب جينيس في تضييع البيلانتيات، واولاد بنات صغار كبار. عطيونا بغيت غير نفهم، عطيونا شي حل لهاد البيلانتيات. راه دخلنا لتاريخ جينيس ديال التضييع ديال البيلانتيات. بيلانتي كيجيك في 95 وكتضيعوا من نهار دياز وحنا غاديين في هذاك التضييع، من هذاك النهار وحنا غاديين اللور البيلانتي اللي جا كيضيع. انا راه دابا كوب دافريك كامله مشيت تفرجت فيها، زعما ماشي غادي يجينا هذا الشيء غريب. اداء كاين لعب ماشي ما كاينش، ولكن راه البيلانتي راه جزء من اللعبه. كيفاش كيجي بيلانتي ساهل باش تحسم الماتش كتشدو كتلقى الكور في يدك. الطريقه باش كتضرب راه عرفتي كيفاش كتضرب، وبحال اللي تلوحها بيدك بحال اللي كيلوحها بيديهم. راه مشكل كبير، راه مشكل كبير. راه دول العظمى البيلانتي راه جزء من اللعبه. احنا دابا هما الماتش سالا الجمهور ديال الجزائر هنا واحد النقطه، ها الجمهور ديال الجزائر هنا في المغرب هما جالسين كيحتفلوا كيغوتوا، ما هضر معاهم حتى واحد. انا كانوا جالسين حدايا ما هضر معاهم حتى شي واحد. واش هاد القضيه حنا مغربي غيمشي للجزائر في بلادو ما بدا يحتفل وبدا يغوت؟ النقطه ليكم يعني هذا ميساج للجزائر. القضيه ديال خاوه انا راه دابا حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا شي 50 ولا 100 ولا 200 ميساج ديال السب والشتم. حنا كنهضروا على المغرب والجزائر كره، المعيور فينا وكيقول هذا خاوه. واش كلشي هادو كيدخلوا بدا يسبوا؟ راه حريق راه حشومه كاع، ولكن حنا كنخليو ليهم باش يجي يربحك في بلادك، انت كتخلي ليه باش يبقى يضحك عليك. وهذا هو الشمسه. مع الاسف سالات كوب دافريك ما نستحقوش، لاننا كنديروا ببلاده، ديما ببلاده كنخسروا، ببلاده كنتقصاو. مع الاسف هذا الشيء كيضر في الخاطر. وحق الرب لي نجيو قبل الوقت وكنجيو ونغوتوا ونبغي نشجعوا ملعب اولمبي. سالا الفيلم، السلام عليكم. سبحان الله، غير ما بقيتش كندوي على المنتخب النسوي ويونشيني لي بريستاسيون ناقصين، وبقى حتى تقصى ضد الكاميرون في دومي فينال ديال كاس افريقيا السيدات. شنو هو المشكل ديال المنتخب النسوي؟ في 2022 وصلنا للفينال ادوميسيل، خسرنا ب2-1 مع جنوب افريقيا. في 2024 وصلنا للفينال وكنا رابحين ب2-0 وخسرنا ب3-2 مع نيجيريا. وفي 2026 عاوتاني حنا اللي منظمين وصلنا للدومي فينال وخسرنا بيلانتي مع الكاميرون بعد ما زقلنا حنا بيلانتي في الاخر. بالنسبه ليا هاد ليديسيون فشل ذريع. نهار الماتش كنت كندوي مع بي بي سي وقالوا لي شنو هما الاعذار اللي ممكن تلقاو الا ما تاهلتوش. قلت لهم ما عندنا حتى شي عذر، حنا اي حاجه من غير اننا نتوجوا باللقب فهو فشل ذريع. لا تاهل كاس العالم المره الثانيه غيشفع علينا، لا دومي فينال غيشفع علينا، لا حتى شي حاجه ما بقات غتشفع علينا. اذا ما ديناش اللقب وحنا ما ديناش وبالتالي فشل ذريع جدا. كاينين بزاف الاسباب ديال الفشل، كاين اللي متعلقين بالمنتخب النسوي وكاين اللي متعلقين بكره القدم المغربيه اون جينيرال وبالعقليه المغربيه خصوصا. اول حاجه تقصينا مع الكاميرون لانه زقلنا بيلانتي وزقلنا بيلانتيات بزاف، وهذه بعدا راه عقده عندنا في الكره المغربيه. بيلانتي فيه جوج ديال المقاربات، كاينه مقاربه تقنيه، كاين لاعب واعر كيضرب بيلانتي ما كيتقلبش، وكاينين فراقي ومنتخبات واعرين عندهم سجلات مزيانين في ضربات الجزاء. وكاين المقاربه الذهنيه، المقاربه الذهنيه فيها شويه الحظ، وهو كتكون ذهنيا واجد وسوبيريور على الخصم ديالك. فهذوك لي مومون اللي هما كلي في تاريخ الكره المغربيه سورتو التاريخ الحديث، دائما كنا كنفشلوا ذهنيا في ضربات الجزاء. ونجبدهم لك ليستهم معايا انديه ومنتخبات، يا ابراهيم دياز، اشرف حكيمي، حكيم زياش، فاطمه تاقناوت والمرابط ديك المره، وحريمات مع الجيش، وبركان سابقا و علاش؟ لانه حنا ما كنخدموش الكره ذهنيا. شتي الخساره ديالنا مع فرنسا في كاس العالم فكانت خساره ذهنيه بعدا داخل خاسر نتاعها. عندنا مشكل في التكوين الذهني وما كنعطيوش اهتمام بزاف. راه باقي فينا داكشي ديال ارضات الوالدين، راه احسن تكوين ذهني واحسن ثيرابي هما الوالدين. لا الاخوان مزيان يكونوا الوالدين والعائله والقرب وداكشي والحنان والحب، ولكن راه كلشي كيتخدم هنا. على الامم لي ناسيون اللي فاتونا في الكره كيعتمدوا على الوالدين، ما كيجيبوش اطباء نفسانيين واعرين، ما كيجيبوش الناس كيديروا لاكومبانيومون بسيشيك. اللعابه كيناقشوا معاهم يشوفوا شنو المشاكل ديالهم ويخدموا معاهم ويديروا لهم لا ثيرابي واخا تكون على اعلى مستوى. دابا ليونيل ميسي مات ليه باه، الصحافه في امريكان كتقول انه لونتوراج ديالو كيشوف كيفاش يديروا ليه مواكبه نفسيه باش انه يتجاوز هذه المرحله. ليونيل ميسي اعظم لاعب في التاريخ، دوز الكره الانجازات ديالها ودوز الفشل ديالها على اعلى مستوى، خسر جوج فينال ديال كاس العالم وخسر نهائيات بالجمله وزقل بيلانتيات وكل شيء، ومازال محتاج مواكبه نفسيه. حنايا بحال هذا الشيء ما عندناش كاع، عندنا مشكل قائدي اساسي في البناء التكوين ديال اللعاب، ويكون مكون في المغرب، يكون مكون في الاوروب، تزادو كبر في هولندا، تزادو كبر في الطاليان، كيبقى مغربي، كيجي لحظه حاسمه التركيز ديالو كيمشي.
وهذا التركيز هو الذي حال دون اننا يكون عندنا بالماريس كبير في الكره، بغض النظر على داكشي اللي درنا مزيان. ولكن راه حتى الU20 اللي داو كاس العالم راه خسروا كاس افريقيا قبل منها بشهور بداعي التركيز. المنتخب المغربي خسر على الارض كاس افريقيا في المغرب بداعي التركيز. المنتخب النسوي خسر 2 فينالات متابعين ودومي فينال على ارضه بداعي التركيز. الجيش الملكي خسر الفينال ديالها مع سان داونز بداعي التركيز. وبركان قبل ما تحيح في افريقيا كانت كتخسر فينالات بداعي التركيز. والشي دومي فينال ديال الالعاب الاولمبيه اللي خسرناه بداعي التركيز، كان ممكن نمشيو للفينال. وهلم جر اللي جينا نديروا لا ليست. الوداد حتى هي البطولات اللي خسرات الكبار ديالها بداعي التركيز. حنا عندنا مشكل قاعدي خصنا نحلوه هو التركيز. اما رجعنا للمنتخب النسوي بالنسبه ليا مع فيلدا ما كاين حتى شي تطور. داكشي اللي كان عندنا قبل ولا عندنا، كندومينيو لي ماتش وما كنماركيوش. وكاين فرق بين تكون اون بون ايكيب وتكون اون ايكيب شامبيون، وهذا هو الفرق اللي عندنا مثلا مع نيجيريا. تبقى غير توصل دومي فينال مزيان، لا بروغريسيون التراكمي والنجاح وهذه الهضره كامله. ولكن ا مومون دوني انت عندك جميع الظروف، عندك الجمهور، عائلاتك حداك، التيرانات الواعرين، الجو الواعر، الرباط زوينه، البالونات مخيرين، النقل زوين، تونيات واعرين، بالونات خفاف، صبابط واعرين، ظروف كامل وثلاثه د النساخ، وعندك احسن جينيراسيون ديالك ما قدرتيش ديك كاس افريقيا. واش كتسنى غتمشي تجيبها من كينيا واثيوبيا ما كاين لا جمهور ويلعبوك مع الجوج الحراره وكتلعب مع لعابه اللي فيزيكمون صحاح، وحنا اللي عارفينهم فيزيكمون صحاح، وكنديروا جميع انواع الخطط في الكره اللي تخلينا واحد ضد واحد باش ياكلونا فيزيكمون. وبقاو حنا ديما نقلبوا على انه مسودي وسكينه وزراوي بقاو يحاولوا يديروا لو جو انديفيديوال ديالهم باش يوصلوا للبوطو. وهادو مشاكل عندنا ماشي كنعرفوهم حنا، راه كيعرفهم العالم، ولكن علاش ما كنطوروهمش ما عرفتش. عندنا مشكل ديال الرياليزم اوفونسيف، عندنا مشكل هذا حتى في المنتخبات كاملين ديالنا تقريبا. حنا ماشي قتالين، ماشي منتخب قتال، ماشي يونان 2004 كتجيها نص فرصه وكتماركي. حنا ديما خصنا تجينا 7 الفرص باش نماركيو وحده، ولينا بريفيزيبل صافي دغيا كنتحفظوا. لا في المنتخب الاول لا المنتخب النسوي ولا كلشي. الشيف هادو كاملين كتستثني الكره ديال الصاله. الفوتسال عندنا منتخب متطور كبير خطير كيتطور كيبدل كل مره كتشوف حاجه جديده. اما المنتخبات كاملين الاخرين عندنا نفس المشاكل، ما كنقدروش نجيريو لي مومون كريتيك، كونوا رابحين نخسروا يتماركا علينا نتصيدوا نزقلوا بيلانتي في الاخر. هادشي هذاك سكريبت اللي كنشوفوا في اي بطوله مع كاع الفئات المنتخب. وباقي عندنا مشكل ديال نديبلوكيو ماتشات مسدودين. علاش؟ حيت حنا بريفيزي. وباقي عندنا نقص في الخبره ديال الفوز في لو تري اون نيفو. ولينا كنعرفوا نضربوا الدور الاول كارد فينال هذا، ولكن لو تري اون نيفو دومي فينال فينال عندنا نقص كبير في الخبره ديالو. وغيجي شي واحد غيقول لي تراكمي، انا متفق معك، ولكن تالين جوسكا كون غيبقى هادشي تراكمي. ومن هنا نلقاو الحل لهاد المشاكل وخصوصا التركيز. هادشي كله نهيله بنزيمه ولا بنزينه هي السبب فيه، هي السبب. نهيله بنزينه هي السبب وكتحمل المسؤوليه، لان هي اللي ضيعت بينالتي بحال برايم دياز، بحال برايم دياز. كانت هاد السيده عزيزه عليا، كنقول كتلعب مزيان واعره، ولكن جات حتى الاخر وخسراتها. ومع الجزائر يا حسره، راه ما يمكنش، راه خاصنا نربحوا هاد الماتش. مع الاسف اللابؤات ديالنا خسروا، مع من يا حسره، مع الجزائر، مع المنتخب الجزائري. داكشي اللي ما بغيناش طحنا فيه، داكشي اللي ما بغيناش احنا طحنا فيه. الخساره مع المنتخب المغربي كونتر لاجيري نفس السيناريو ديال الخساره كونتر الكاميرون. كتجي الدقيقه الاخيره ضربه جزاء، يجي اي واحد يضربها، ما عرفتش انايا واش الطاقم التقني ما كيخدمش على هذه القضيه. طراتو في الماتش اللي فات قلنا ماشي مشكل دومي فينال، كطرا عاوتاني في هذا الماتش كيعطيوها وحده كتهز الكره تعطيها المراه تعطيها الاخرى، تاكم شد بيلاتي ضربها في الشبكه، ضربها مزيان غير برونسيها مزيان تماركا. يعني الطاقم التقني ما كيديرش الخدمه ديالو. قلت لكم راه الطاقم ما بقى ما عنده ما يعطي، لا هو لا بعض اللاعبات خصهم يعتزلوا. انا بصراحه ما بقاش هذا ماتش عادي، المرتبه الثالثه ما ضد لاجيري وضد اي فرقه، حنا ما عندناش مشكل. كما قلت لكم كتعاود نفس السيناريو، يعني كتبان لك ما كاينش الخدمه، اللاعبات خارجين عن التركيز. المهم هذا انذار قبل كاس العالم، يعني خصهم يخدموا على راسهم. اقاله المدرب ضروريه، بالاضافه الى اللاعبات. كاين شي لاعبات صافي تقاداو، ما بقى عندهم ما يعطيو، تقاداو يعني ما بقى عندهم ما يعطيو والو، كبار في السن صافي. هذا وقت التشبيب مزيان، نشوفوا نيت اداره تقنيه جديده تقدر تعطي واحد الدفعه زوينه في كاس العالم. تحياتي.